راقبة كنزي، ولما بتدخل الحمام بتروح وراها، واول ما بتخلص شاور بتروح دلقة مية نار على وشها، وكنزي بتصوت والناس بتجري عليها. سلمى بتخرج عادي جدا وبتقعد في عربيتها، بتقعد تضحك وبعديها بتعيط. بتروح كنزي بتروح المستشفى، والدكتور بيقول لهم انه حرق من الدرجة الثالثة، وان لون الجلد هيتغير في المكان المحروق. كنزي لما بتشوف وشها بتتجنن وبتقعد تعيط. عايدة بترجع البيت وبيبقى موسى نازل، بتبقى متضايقة فبيقول لها مالك، فبتحكي له على كنزي. بيروح موسى يقابل سلمى ومختار ودينا وبيحكي لهم على كنزي. سلمى بتقول له انت لازم تقف جنبها وتعرف مين اللي عمل فيها كده. مامة سيف بتتصل بعايدة وبتقول لها كل اللي اقدر اقوله لك، ابعدي ابنك عن سلمى عشان ما ترجعش تندمي. وبتقفل. عادة بترن على موسى مش بيرد. مختار بيقول لدينا حلو الكفر ده، بس ليه كلب عشان وافي وكده؟ فبتقوله لا يا ظريف عشان انا بحب الكلاب عامه. فسلمى بتقوله على فكره دينا عندها سنتر لخدمه وتنظيف الكلب، لها ما تقولي محل كلاب، وبعدين طب ما تقولي ده ايه، يمكن انفعك واجي اشتري كلب من عندك. بتقوله مش هينفع عشان الكلب عنده احساس